جلسة تداول يوم التلات كده انتهت، والسعر خلاص قفل على 3,322. لما انا اقول ان الدهب العالمي بينزل، مفيش داعي للكومنتس اللي هي مفيش حاجة بتنزل. وطبعا انا ماليش دعوة بالدهب المحلي. طبعا ظروف كل دولة عربية عن الأخرى تختلف بحسب العرض والطلب بتاع الدهب وسعر الصرف وعوامل كتير جدا. يعني طبعا احنا متفقين ان سعر الدهب العالمي مبدئيا ده بيأثر على الأسعار، انما جوه كل دولة بقى مصر فيها التسعير بيمشي بطريقة مختلفة. وعندنا حاجة اسمها الدولار بتاع السارة، مش موجودة الا في مصر. الاقي مثلا من شويه حد من العراق باعت لي بيقول لي الذهب النهارده ب 660 الف. انا طبعا مش فاهم 660 الف ايه، وقصده على انيو جرام، وقصده على عيار ايه. انا ما اعرفش بصراحه. انا بتكلم على الذهب العالمي زي ما انتم شايفين كده. بقى لنا 4 ايام بنقفل حوالين نفس النقطه. اول شمعه حمراء على الشمال دي الشمعه اللي هي بتاعت يوم الخميس او يوم الوقفه تحديدا، اللي هو كان يوم 5 يونيو. وصلنا يوميها الى 3,403. وبعد كده اليوم اللي وراه اللي هو يوم الجمعه بتاع يوم أما امريكا اعلنت ان في مفاوضات مع الصين هتبدا في لندن، نزلنا من 3,376 زي ما انتم شايفين لغايه 3,306. وبعدين بدأنا جلسة الاثنين، قفلنا برضو عند ال 3,325، والنهارده قفلنا تحت ال 3,325. اذا زي ما انا بقى لي 4 ايام عمال اقول دي منطقة مقاومة. ماليش دعوه باللي بيحصل على مدار اليوم، ان السعر يطلع ل 3,350 ولا 3,360. المهم في اخر اليوم شمعة الاغلاق زي ما انتم شايفين كده اهو تحتها، تحت ال 3,325. يبقى انا مش انا كده تحليلي الحمد لله سليم. متفقين طبعا ان الذهب على المدى المتوسط والطويل للمره المليون هرجع اقول في الطالع، والذهب افضل من اي كاش سواء يورو او مصري او دولار. عشان ما حدش يقول لي باشا ما هو الدهب كده كده هيجيب 4000 دولار. متفقين على الكلام ده كله يا سيدي، وهيجيب 20000 دولار. انا بتكلم على المدى القصير، ان احنا في الايام دي لسه الدهب مستني محفزات علشان يطلع. طالما الدنيا هاديه والازمات شبه مش موجوده او العالم اعتاد عليها، زي روسيا واوكرانيا مظاهرات لوس انجلوس والكلام ده كله، هتلاقي الذهب واخد اتجاه هبوطي. لو في احداث جديده او ازمات جديده او الدنيا اشتعلت بالزياده ممكن يطلع.